السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة هنعمل غدا حلو كويس، يعني أكلات من أكلات زمان، يعني مش الأكل الحديث اللي احنا بنعمله دلوقتي، اللي يعني لا مكرونة بشاميل ولا رقاق ولا الكلام ده. بس الأول قبل ما نبدأ، خير ما نبدأ به الكلام هو الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بقى. عندنا أول حاجة واحد فرخة متكتفة كده، فرخة بلدي دي. أنا اللي ذبحاها وأنا اللي عاملاها عندي من على السطح. طلعت لقيتها بتتمخطر كده وقاعدة ماشية ماشية تتمخطر قدامي كده، قلت لها لا كفاية عليكي كده، ورحت واخداها وذبحاها ونضفتها زي ما انتوا شايفين وغسلتها كويس بالمنظر ده. ماشي. أول حاجة هنبدأ فيها بقى اللي هي سلق الفرخة دي، زي طريقة زمان خالص، ما فيهاش أي حاجة، يعني بسيطة، ايام ما كانت امي وامك وكلنا بنعمل كده. ماشي. خلاص خلصنا تنظيف الفرخه وغسلناها بالمنظر ده، وشفنا المنظر بتاعها نضيف ازاي، تنظيف ايديا وحياة عيني. معايا بقى بصل وطماطم فلفل جزر. هما بيسموه بوكيه جرنيه، بيقول لك بوكيه جرنيه. يا اختي عيشي عيشة اهلك انتوا، وهي بوكيه جرنيه ايه؟ حاجه بتتحط في الشوربه وخلاص. ومعانا، معلش سامحوني، ومعانا شوية ورق لورا، ومعانا حبهان. أول حاجة أنا جبت المية بتاعتنا اهيت، غليتها. ماشي. هحط فيها الطماطم بحالها والفلفل والبصل بحاله والجزر بتاعنا الجميل. ماشي. كده خلصنا. لأ، لسه فاضل شوية. البوكيه جرنيه بقى، بقيت البوكيه جرنيه ورق اللورا والحبهان. خلاص كده، خلاص خلصنا. الفرخة بقى اللي احنا غسلينها كده اهو ومكتفينها. اهم حاجه نكتفها علشان ما تهربش. مكتفينها ازاي؟ احنا عارفين الزمن اللي احنا فيه ده مش مضمون، لازم تكتفوها عشان ما تطرش منكم. ماشي. ومعانا ايه؟ الكبده بتاعتنا والقناصه بتاعت الفرخ. كده خلاص. كده سلق الفراخ. هنحط بس شويه فلفل اسمر وشويه ملح صغيرين، او ممكن ما نحطش الملح الا بعد ما الفرخه تستوي، بعد ما الفرخه بتاعتك تستوي. ماشي. كده طريقه سلق الفراخ عاديه خالص وبسيطه خالص، ما فيهاش اي حاجه. هتغطي عليها بقى وتسيبها تستوي ايه براحتها. هنعمل ايه بقى؟ كنا زمان امي كانت بتعمل ايه جنب الفراخ دي؟ كانت بتعمل شويه رز حبه وحبه، وتعمل بطاطس، صينيه بطاطس جنبها. انا هعمل كده لان احنا اصلا اشتقنا للاكل بتاع زمان. عرفنا بقى من الاكل بتاع اليومين دول، واكتريته دليفري واكتريته جاهز. والبيتزا والفراخ المشويه اللي من بره، الكلام ده كله بيتعب. فاحنا بصراحه اشتقنا للاكل بتاع زمان ده. خلاص. هرجع لكم بقى واحنا بنعمل شويه الرز والبطاطس. ورجعت لكم تاني بصينيه البطاطس بتاعتنا. آه هنعمل بقى صينيه البطاطس بتاعتنا برضه كله ايه، حاجات بسيطه. ماشي. مش هنأفور في الحاجه بتاعتنا. عندنا بطاطس اهي، قطعناها زي ما انتوا شايفين، وعندنا طماطم ضربناها في الخلاط وصفيناها. شوية توابل صغيرين، 7 بهارات ديت، شوية بابريكا، شوية فلفل، شوية ملح. وعندنا بصل، وده اختياري، يعني عايز تحطه حطه، مش عايزين تحطوه ما تحطوش. بس احنا في الشتاء بقى، وجو الشتاء لازم تكون حاجة ايه، تاكلوا حاجة تدفي. ماشي. اول حاجة هنجيبها البصل، وعندنا البصل بتاعنا اهو. ماشي. حطينا البصلة بتاعتنا، هنروح حاطين عليها التوابل بردك بتاعتنا، التوابل بتاعتنا اهي زي ما انتوا شايفين، والملح وكله. وهتقلبي البصله بالتوابل كده. خلاص. هنروح حاطين عليها ايه،
الطماطم بتاعتنا اللي احنا مصفينها، ضربينها في الخلاط وصفيناها. وقلبي كويس. هنحط لها بقى شويه زيت، ويا سلام لو عندك حته زبده فلاحي، تحطي حته زبده فلاحي تبقى جميله. انا هعمل كده، هحط الزيت وهحط حته السمنه الفلاحي، بس هما مش قدامي دلوقتي، هجيبهم اهو. ماشي. وكده خلاص خلصنا صينيه البطاطس بتاعتنا. في ناس في ايام زمان بقى ما كانوش بيعملوها صينيه، كانوا بيعملوها يقطعوها مكعبات كده ويعملوها في حله. بصراحه انا ما بحبش المكعبات دي، انا بحب اعملها في صينيه على طول زي ما انتم شايفين كده. ماشي. هنعلق عليها بقى ونحط شويه الزيت وشويه وحته الزبده، وخلاص كده خلصنا ايه من البطاطس، وخلصنا من سلق الفراخ. فاضل شويه الرز بقى حبه وحبه، هوريكم برضك بنعمله ازاي. وانا بعمله بطريقه بيكون تحفه، وبتكون ريحته جايبه اخر الشارع. ماشي. هنعلق على ده ونرجع بعد كده للرز. بصوا انا جبت حته الزبده من التلاجة اهيت، زبده فلاحه اهيت جميل. ماشي. وحطيت شويه الزيت هنا اهو. ماشي. حط انت بقى ايه، هي لسه متلجه. وقرن الشطه زي ما احنا قلنا اهو، محطوط اهو زي ما احنا قلنا، اختياري. وغطي عليها بقى وسيبيها تستوي هي كمان. وبدأنا معاكم في الرز بتاعنا. اول حاجه في الرز جبنا رز المصري بتاعنا العادي خالص اهو، غسلناه كويس. ماشي. وجبنا حله على النار وحطينا فيها زيت. مش هنحط الرز كله طبعا يتحمر، لا احنا هنحط شويه بس نحمرها. بس كده. والباقي هنحطه بعد ما الرز بتاعنا ده يتحمر. وبعد ما يتحمر بردك هنحط له حته زبده فلاحي. مش هينفع نحط حته زبده فلاحي دلوقتي علشان ما تتحرقش معانا، تتحرق معانا في التحمير، ما ينفعش تحطها دلوقتي. ماشي. وعايزه اقول لكم كمان على حاجه مهمه في الرز الحبه وحبه ده واحنا بنعمله. قبل ما تعملي الرز حبه وحبه لازم يكون عندك، لو عندك كتل اغلي فيه ميه وسيبيها علشان تحطي ميه مغليه. ما عندكيش كتل، عندك براد الشاي، علقي عليه على العين اللي جنبها وسيبيها تغلي برضك، علشان هنسقي الرز ده بميه سخنه، ميه مغليه، علشان الرز معاكي يطلع مفرفر ويطلع حلو كده وشكله حلو، ما يبقاش مكتل كده او معجن. هبتدي بقى احمر الرز وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه تاني. رجعت لكم تاني بعد ما الرز بتاعنا اتحمر زي ما انتم شايفين المنظر. انا عايزه اللون الذهبي ده، مش عايزه لون اغمق من كده علشان ما يمررش معايا. هحط له حته الزبده كمان حته ونقلب. الله على الريحه بتاعت الزبده، ريحه الزبده طلعت تحفه. ماشي. هنجيب بقى بقيه الرز قبل ما السمنه بتاعتنا تتحرق على طول. وهنقلب كويس. قبل ما نقلب الاول هنحط شويه ملح. ماشي. هتقلبي بقى الرز ده كويس خالص لحد ما كله ايه يدخل في بعضه، وكل حبايه تتغلف بالزيت والسمنه اللي انت حطيتيها دي. ماشي.
شوحنا الرز بتاعنا اهوت وقلبناه وكله بقى اتغلف بالزيت اللي والسمنه. ماشي. عندنا بقى الميه السخنه زي ما انا قلت لكم. بصوا المنظر ده يطلع معاكي الرز مفلفل وجميل بالكاتل بتاعنا اهو. وعلى فكره ممكن تسقيه بشوربه الفراخ اللي انت عملتيها، يعني اللي يعجبك اعمليه. الشوربه برضك وهي مغليه كده تنزلي على الرز هيبقى احلى رز معاكي. ماشي. خلاص خلصنا كده. هنغطي عليه بقى ونسيبه يستوي. ده اول ما هيغلي هنوطي عليه خالص. بس كده الاكل بتاعنا خلص. عملنا سلقنا الفراخ وعملنا شويه الرز وعملنا البطاطس. ودي اكله يا جماعه سهله خالص من بتاعه زمان. هي مكلفه وكل حاجه دلوقتي مكلفه. مفيش حاجه انت لو عملت شويه بطاطس وشويه رز بتبقى مكلفه. بس ربنا يعين كل واحد على حاله وربنا يعين كل واحد على اهل بيته. وهوريكم بقى الاكل بعد ما يتشطب خلاص. كده خلصنا الاكله بتاعتنا. بصوا الميه عشان سخنه غيري بسرعه ازاي. هغطيه بقى واسيبه يستوي براحته. وشويه كده اول ما يبتدي يشرب الميه بتاعته شويه هوطي عليه خالص يستوي بقى براحته. انا خلصت الاكله بتاعتنا خلاص كده خلصت. الفرخه اهي مكتفه زي ما هي علشان ما تطرش. ماشي. خلوا بالكم ان هي ما طارتش يعني. البطاطس اهي، الرز، والف هنا وشفا للي هياكل. ايه رايكم؟ ده كان غدا النهارده بالهنا والشفا.